بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي متابعين عبر البث المباشر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحياتي عمرو الصاوي هنا من أقصى شمال الصعيد، هنا من العاصمة، من مدينة بني سويف، هنا من مدينة الوسطى محافظة بني سويف. دورة الترقي لمجموعة دوري الدرجة الثالثة، دوري درجة الثالثة. هنا أولى لقاءات هذا الأسبوع سيداتي وسادتي لكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر. حفظ الله مصر رئيسا وحكومة وشعبا وجيشا وشرطة قضاء وإعلاما وكل مؤسسات الدولة المصرية تحت القيادة السياسية الرشيدة لزعيم العرب وزعيم إفريقيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيداتي وسادتي متابعين عبر اللايف وعبر المباشر، هنا زي ما قلنا لحضراتكم لقاء يجمع ما بين ممثل شمال الصعيد وهو فريق نادي الوسطى الذي صعد إلى هذا الدور بعد مرحلة حافلة في دوري المجموعات حتى وصل إلى قمة المجموعة. وعلى الناحية الأخرى هناك نادي قوس الرياضي الذي حل ضيفا على مدينة الوسطى هنا، والمبيت بالأمس في مدينة بني سويف، واليوم هنا متواجدا في هذا الملعب الذي سننقل إليه الصورة بعد قليل إن شاء الله. في هذا اللقاء سيداتي وسادتي بإذن الله كل الأمنيات الطيبة أن يقدم الفريقين عرضا ممتعا يمتع به الجماهير التي تتابعنا عبر اللايف وعبر المباشر من هذا اللقاء. هجيب لحضراتكم انتقل سريعا بالصوت والصورة الى ملعب اللقاء، وهي جماهير الوسطى. جماهير الوسطى ظهرت امام حضراتكم، هذه هي الجماهير العريضة التي اتت وتشجع فريق الوسطى من كل صوب وحدب. كل الامنيات الطيبة. على الناحية الاخرى هناك يتواجد صديقنا العزيز الاستاذ ايمن والأستاذ مصطفى، أيضا علق المباراة ومدير المركز الإعلامي بنادي الوسطى هنا في هذا اللقاء إن شاء الله. كل الأمنيات الطيبة، ويتواجد من خلفهم قيمة والقامة الكبيرة، وواحد من أفضل رؤساء المجالس الإدارات بصعيد مصر، كقيمة كبيرة لاعبا ومدربا وإداريا، الحاج خالد سيف الإسلام الذي وصل إلى مدينة بني سويف بالأمس وبات الليلة مع فريق قوس. اليوم بإذن الله زي ما انتم شايفين حضراتكم بينزل لاعبي الفريقين إلى ملعب اللقاء في هذه اللحظات. أمام حضراتكم لاعبي الفريقين إلى ملعب اللقاء. أصحاب الزي الأصفر في الأزرق هم فريق نادي الوسطى، وعلى اليمين يظهر فريق نادي قوس الرياضي بالزي الأزرق والشرط الأسود. أمام حضراتكم كل المتابعين كل الأمنيات الطيبة إن شاء الله. أن طمنونا بس على الصوت كده والصورة واصلة لحضراتكم صح، بس عشان حد نطمن بس لكل المتابعين المتواجدين معنا على الهواء مباشرة من كل أنحاء العالم اللي بدأوا يخشوا معنا حاليا في هذه اللحظات. كل الأمنيات الطيبة بالتوفيق يا رب إن شاء الله، ولكل متابعينا عبر المباشر إن شاء الله. كابتننا الكبير مصطفى عمر أبو زيزو على الهواء مباشرة، صديقي العزيز على الهواء مباشرة متواجد معايا وبيقول لي أن اللايف موجود. أستاذ محمد علي كرار من محافظة أسوان دخل معانا على الهواء مباشرة. طاقم حكام هذا اللقاء سيداتي وسادتي لكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر، طاقم الحكام أتى خصيصا من محافظة سوهاج بقيادة عمرو العطار حكما للساحة. المساعد رقم 1 كابتننا الكبير وائل عاطف، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة كابتن وائل، بعد وفاة والده يظهر معنا لأول مرة كابتننا الكبير كابتن وائل عاطف وشقيق كابتن بهاء عاطف، بنقول له البقاء لله.
والمساعد رقم 2 كابتن أحمد عبد الراضي، ويعني باسمه وقيمته الكبيرة. أما الحكم الرابع حدث ولا حرج للتاريخ كابتن عبد الحكيم ناصر، حكم هذا اللقاء. الحكم الرابع في هذا اللقاء كابتن عبد الحكيم ناصر، حكم هذا اللقاء. يعني لسه جاي من مباراة تليفونات بني سويف والفيوم، وقبليها الألمونيوم وطمية، وقبليها مباراة كيما والأسمنت، مواليد 24 3 عام 96، 25 سنة. عبد الحكيم ناصر كان وش السعد على أسوان لما صعدت للدوري العام الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي بقيادة النجم أحمد مصطفى بيبو المدير الفني الحالي لفريق نادي الجونة الحالي. يعني كل الأمنيات الطيبة بالتوفيق يا رب. أما مراقبي هذه المباراة حضروا خصيصا اليوم النهاردة مراقب هذه المباراة يعني للحكام رئيس لجنة حكام منطقة بني سويف لكرة القدم كابتننا الكبير كابتن حمدي سعد مراقبا للحكام. أما مراقب المسابقات فهو الكابتن أحمد فريد من منطقة الفيوم لكرة القدم. تم مراقبين من على أعلى مستوى النهاردة متواجدين، سواء الكابتن حمدي سعد باسمه وتاريخه الكبير وكرئيس لجنة حكام بني سويف، كابتن أحمد فريد من منطقة الفيوم. والفيوم دائما ما تنجب الكثير والكثير من نجومنا الكبار، رحمة الله على الراحل محمد عبد الوهاب نجم مصر ونجم النادي الأهلي. أمام حضراتكم كلها لحظات هتبدأ المباراة أمام حضراتكم ولكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر. نقول لحضراتكم كده ونبدأ بتشكيل الفريقين، وماذا تقول قارئة الفنجال وماذا يخبئ القدر، وماذا تقول البطاقة الشخصية لهذه المباراة النهاردة. نادي قوس نبدأ بالفريق الضيف في هذا اللقاء، بيلعب بأحمد زكريا لحراسة المرمى القادم من محافظة الشرقية من مدينة الحسينية. بيلعب قدامه محمد بدري كتكوت القميص رقم 20، عبد الله كمال القميص 24، جنبه إبراهيم أيمن. النهارده الكابتن عبد الرحيم سعد بدأ ب3 في الخط الخلفي. النهارده بيلعب على يمينه محمود سعيد القميص 23 في غياب أحمد منصور المتواجد بالقوات المسلحة، وتواجد في الباك الشمال علي مصطفى. أما على دائرة منتصف الملعب بيلعب بالليبيري إيرفين القميص 25، جنبه القميص رقم 19 سعيد الصادق، وبيلعب قدامهم الصغير فتح الله كابتن الفريق رقم 7 وبيلعب جنبيهم يعني عمر، بيلعب الصغير فتح الله على الهاف اليمين. اما على الهاف اليسار بيلعب عمرو عبادي القادم من المدينة المنورة. أسامة عمرو الصاوي طمنا وقال لنا الصوت والصورة تمام التمام، ومتابعين عبر اللايف اللي دخلوا معانا حالا من كل أنحاء العالم نجمنا الكبير كابتن عمر أحمد صالح اللي دخل معانا من مدينة ليفربول من مدينة ليفربول، دخل معانا على الهواء مباشرة، وكل النجوم اللي بدأت تخش معانا، وفي انتظار دخول الأستاذ عمر علي الشيخ من مدينة ملاوي نجمنا الكبير. عاوز اجيب لكم صورة بس كده استاذ مصطفى مدير المركز الاعلامي بنادي الوسطى، يعني على كرم الضيافة. شايفين بص الراجل يعني جاي بنفسه كرم الضيافة وحسن الاستقبال في هذا المكان، وهذا ليس غريبا. يعني على الهواء مباشرة بنتمنى مباراة طيبة ان شاء الله. كل مباراة جميلة، واللي يصعد بنقول له ان شاء الله مليون مبروك وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. وفي انتظارك ان شاء الله في زيارتك ان شاء الله هناك، تنورنا وتشرفنا. يعني مش عاوز اقول لكم الراجل جايب كوبايه الشاي بنفسه، ده ان دل فانما يدل على كرم الضيافه وحسن الاستقبال. شكرا جزيلا ان شاء الله. كل الامنيات الطيبه بالتوفيق. عاوز اقول لحضراتكم بنعود لصوره الملعب مره اخرى متابعين عبر اللايف وعبر المباشر. الصغير فتح الله كابتن فريق نادي قوس، واما القميص رقم 5 هنا
لفريق احمد حمدي كابتن فريق نادي الوسطى. قول لحضراتكم الفريقين امام حضراتكم يستباركا بقراءة الفاتحة قبل بداية هذا اللقاء. نادي الوسطى النهاردة بيبدأ بمين؟ كابتن علي حسن أعد العدة لهذا اللقاء، ويبدأ بكل من محمد عادل لحراسة المرمى، بيلعب قدامه احمد حمدي القميص رقم 5، زياد محمود القميص 24، احمد زكي يمينا، ويسارا طارق جمال، على دائرة منتصف الملعب احمد نصر القميص رقم 21، الطاهر هارون القميص 30، محمود يوسف قدامهم بيلعب الهاف رايت، يوسف فهيم الهاف الشمال بيلعب بعمرو شيبة، اما قدام احمد هاني في المقدمة الهجومية. ديت تشكيلة فريق نادي الوسطى هنا في هذا اللقاء. يتبقى يعني حضور لمجلس إدارة نادي الوسطى النهارده بقيادة السيد المستشار جمال عويس، رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمود فوزي وكيل المجلس، الحاج محمد رشيد امين الصندوق، والكابتن سامي عاشور المشرف العام على قطاع كرة القدم بالنادي، الحاج سيد رمضان عضو مجلس إدارة النادي. ده مجلس إدارة نادي الوسطى الذي حضر معنا هذا اللقاء. يعني موقع كرة بي متواجد في ملعب اللقاء الأستاذ محمود حسين صديقنا العزيز والإعلامي الكبير تواجد في ملعب اللقاء، أكيد بيغطي هذا اللقاء الكبير يعني في أولى اللقاءات. عاوز أقول لحضراتكم برضو ولكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر أنه يتواجد طاقم تحكيم من أسيوط وصل إلى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر بقيادة محمد طه ومحمود محمد طه حكما للساحة، محمود عبد السميع مساعد أول، وائل فتحي مساعد ثاني، وإبراهيم رمضان حكما رابعا. دي مباراة مكادي مع مغاغة في ملعب مكادي هناك في محافظة البحر الأحمر. كل الشكر والتقدير لجنة الحكام، كل الشكر والتقدير والاحترام ان شاء الله للجميع ولكل متابعينا. الدكتور محمد عبد الستار دعبس دخل معانا على الهواء مباشرة، كابتن عثمان هاشم من مدينة صلالة بسلطنة عمان، يعني نجومنا الكبار، يعني الاستاذ عمر عوض على الهواء مباشرة، استاذ ايهاب سيد، كل الناس بدأت تخش على الهواء مباشرة. يعني صافرة حكم اللقاء سيداتي وسادتي متابعين عبر اللايف وعبر المباشر في كل مكان، يعني متواجدين. بيقولوا لنا علي رشيدي متواجد، يعني لكل النجوم في ملعب اللقاء سيداتي وسادتي. هنا من اعلى نقطة في ملعب اللقاء تستند الكرة لقدام وتروح الكرة ضربة مرمى. ملعب يعني الملعب يفكرك كده يعني في اجواء يعني يشابه ملعب مدينة الجونة في يعني الهوى هنا في هذا المكان. كل الامنيات الطيبة بالتوفيق يا رب لكلا الفريقين ان يقدم. الصوت اللي جنبينا ده صوت جماهير الوسطى، العشرات حضرت من مدينة الوسطى هنا جنبينا، يعني حضرت جنبينا كده زي ما انتم شايفين حضراتكم، يعني يشجعوا ويشدوا من أزرق فريق نادي الوسطى. وهذه هي رسالة إلى الأمن هناك في محافظة قنا أن يسمحوا للجماهير بأن تدخل إلى ملعب اللقاء في مباريات نادي قوس، حيث أنه هو الممثل لمنطقة الأقصر لكرة القدم في هذا الدور. شكر والتقدير والاحترام. عاوز اقول لحضراتكم يعني نجم الكبير كابتن بكر بيخش معايا على الهواء مباشرة، المدير الفني لنادي التحرير صديقك محمود سعد المدرب العام لنادي الوسطى، هو اللي متواجد على فكرة النهاردة يعني. وقال لي ان الكابتن بكر كان صديقي وزميلي العزيز يعني في نادي الألمونيوم. محمود سعد ده المدرب العام لنادي الوسطى، وبتواجد للكابتن بكر في قلب يعني المدير الفني لنادي التحرير.
كل الأمنيات الطيبة لأصدقائنا الأعزاء اللي دخلوا معنا على الهواء مباشرة. الكل الصفحة الرسمية لنادي قوس دخلت على الهواء مباشرة. وصلت يعني الواحد وصل في تمام الساعة 7:30. مش عاوز أقول لحضراتكم إن عمرو الصاوي ما نامش من امبارح إلا ساعة فقط لا غير من الأمس. يعني بنتمنى التوفيق. الليبيري إيرفين يعني كده بيتلقى العلاج من بره، بيتلقى العلاج الليبيري إيرفين القميص 25. وهناك أحد اللاعبين أيضا برضو في نادي الوسطى أيضا. زي نقول لحضراتكم إن شاء الله في تمام الساعة 1 من بعد عصر اليوم إن شاء الله الزمالك أمام الترجي التونسي في مدينة رادس. هناك كل الأمنية الطيبة لنادي الزمالك يا رب إن شاء الله أن يخرج من النفق المظلم في دوري الأبطال. وكذلك النادي الأهلي مساء اليوم، النادي الأهلي مساء اليوم في 9 مساء باستاد السلام إن شاء الله. يعني إن شاء الله كل الأمنيات الطيبة بالتوفيق. ما زالت النتيجة لسه بنقول لسه 3 دقايق من بداية شوط المباراة الأول، والنتيجة هي التعادل السلبي بدون أهداف. وتطلع الكرة قدام كده وبتطلع الكرة لضربة مرمى ولا ضربة ركنية. حط محمد عادل إيده فيها وتطلع الكرة لضربة ركنية. ضربة ركنية. صديقنا العزيز محمد حسين بقول لحضراتكم محمود حسين متواجد. الزمالك الساعة 6، الزمالك الساعة 6 إن شاء الله بعد يعني مساء اليوم. بنتمنى لهم التوفيق. نجم الكبير كابتن أحمد شوقي حارس مرمى نادي كيما متواجد على الهواء مباشرة، السابق وحارس مرمى نادي الأقصر الرياضي اللي بنقول له مليون مبروك على الصعود للدوري. سندت الكرة لقدام، ضربة حرة، ضربة ركنية اتلعبت لقدام كده. لعبت الكرة لقدام، بتطلع الكرة هناك، بتطلع رمية تماس. ملعب يذكرني كده بملعب مركز شباب الحسينات بمدينة أطلود، يعني في المنطقة الجبلية كده متواجد في الملعب. وجماهير قوس الغفيرة والجماهير المنيا الغفيرة وجماهير بني سويف كلها بدأت تخش معانا. كل الشكر والتقدير والاحترام للجماهير الكبيرة التي بدأت تدخل معانا على الهواء مباشرة. بنقدر كل الاحترام والتقدير لهم لدخولهم وتواجدهم في أولى مباراة دورة الترقي التي تقام هنا على هذا الملعب، على ملعب نادي الوسطى. القميص رقم 9 عمرو شيبة. سلامات 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 لعمرو شيبة. بياخد الجهاز الطبي عمل له لف كده حوالين يعني دماغه. سلامات سلامات لعمرو. بنعتذر للجماهير، بنقول لهم معلش احنا فكرناها الساعة 3 ولكن هي الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله. كل الأمنيات الطيبة لنادي الزمالك. تستند الكرة قدام عمرو عبادي. الليبيري إيرفين عملها أرضية عرضية، هربت طولت راحت، بتطلع ضربة مرمى. لسه النتيجة ما زالت. جماهير جنبينا هنا، جماهير الوسطى جنبينا هنا في هذا اللقاء. يعني لكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر. محمود حسن شكرا جزيلا. استاذ عبد الناصر سعد الله نائب رئيس مجلس الاداره على الهواء مباشره. الاستاذ عمر علي الشيخ، يعني ده عمر علي الشيخ بيقول لي خبر هنتاكد منه يا حاج عمر. هل علاء مقلد رئيسا لنادي الزمالك زي ما بتقول لنا الخبر؟ قول لنا الخبر تاني بعد اذن حضرتك. ده خبر جاي من المصدر ولا ايه؟ نتاكد بس من الخبر كده. اللواء علاء مقلد رئيسا لنادي الزمالك، يعني خبر جاي من بدري كده. اين ذهب السيد المستشار مرتضى منصور؟ يعني عاوزين نتأكد بس من هذا الخبر اللي جانا حصريا الآن على الهواء مباشرة الآن، بأن السيد اللواء علاء مقلد يتولى مقاليد الأمور بنادي الزمالك خلفا للمستشار مرتضى منصور. ماذا حدث هناك في قلعة 100 عقبة؟ هذا ما سوف نتأكد منه على الهواء مباشرة ولكل المتابعين. بيأكد لي الأستاذ مصطفى مدير المركز الإعلامي
معذرة للسادة المتابعين والمشاهدين، أخي وصديقي العزيز الأستاذ محمود حسين، يعني موقع كورة بي على الهواء مباشرة، كرم الضيافة، حسن الاستقبال، وأنا ما أقدرش يعني دايما حبيبي يعني حبيبي، شكرا جزيلا. والله بيأكد لي الأستاذ عمر علي الشيخ بأن حكم 30 يوم في قضية الأسطورة محمود الخطيب تم تنفيذه في مرتضى منصور اليوم، وبالفعل يعني اللواء علاء مقلد يتولى مقاليد الأمور في نادي الزمالك. تستند الكرة قدام عمرو عبادي، عدت الكرة قدام عمرو العطار ما اداش حاجة، تستند الكرة قدام نادي الوسطى القميص 27، القميص رقم 27 أحمد زكي الباك رايت، تتسند لقدام. كلا الفريقين تحس كده بيلعبوا يعني ده النهارده كام؟ في يوم الذكرى الثالثة لرحيل صاحب الضربة الجوية الأولى، يعني الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك. مرتضى منصور يدخل السجن ويتم تقديم تأييد الشهر عليه النهارده، يعني دي من المفاجآت في يوم تاريخي بالتأكيد النهارده، يعني حديث الساعة. يعني الجماهير بدأت تخش كده معانا على الهواء مباشرة. عمر علي الشيخ يعني فجر لنا مفاجأة على الهواء مباشرة كده في بداية هذا اللقاء لكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر، ولكل المتابعين. جماهير الوسطى جنبينا يعني هنا تؤيد وتؤازر. ضربة حرة مباشرة من إحدى البقاع السحرية في ملعب اللقاء على دائرة منتصف الملعب. فزنا الكبير محمد جمعة على الهواء مباشرة. الليبيري إيرفين سند الكرة لقدام، بيطلع القميص 27 عبد الله علي مصطفى، تسند الكرة لقدام الناحية الثانية، تروح عند الحارس محمد عادل. حاضر يا كابتن، حاضر يا كابتن، حاضر يا كابتن، حاضر يا كابتن. جماهيرنا الكبيرة ليها حق علينا، والله ليها حق علينا. سند الكرة قدام القميص 27، ولكن الليبيري إيرفين أكثر اللاعبين اللي مسك كرة في الملعب حتى الآن. تعدي من القلب وبيطلعها محمد بدري كتكوت، تعدي الكرة قدام عند عمر عيسى. الليبيري عمل الثرو باص على الطويل الناحية الثانية عند عمر عيسى. عمر عيسى هربت طولت راحت الناحية الثانية هناك. واعذرونا احنا بنذيع من أعلى نقطة في ملعب نادي الوسطى، يعني مش زي ملعب نادي قوس قريب كده من المدرج، ولكن المسافة بعيدة شوية، يعني المسافة بعيدة شوية، معلش اعذرونا، بنحاول نقرب في الكادر ونرجع في الكادر، فمعذرة لجماهيرنا التي تتابعنا عبر اللايف وعبر المباشر في هذا اللقاء. تستند الكرة لقدام القميص رقم 27 علي مصطفى، تعدي الكرة قدام عمرو عبادي. عمرو عبادي اتخبطت فيه وطلعت الكرة رمية تماس. قادم من نادي المدينة المنورة، يعني في انتقال حر. السنغال أول المتأهلين في بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى الدور ربع النهائي لهذه البطولة، يعني خسرنا مباراتين متتاليتين. تعدي الكرة ده كنت شرفنا قدام، سند الكرة قدام القميص 27 وهدف أول. هدف أول يسجل الآن بالقميص رقم 27، القميص 27 أحمد زكي يسجل الهدف الأول لمرمى في مرمى قوس. الهدف الأول بيسجله أحمد زكي، بيأتي بالهدف الأول في الدقيقة 10 من شوط المباراة الأول. هدف أول لنادي الوسطى في الدقيقة 10 من بداية شوط المباراة الأول. تستند الكرة لقدام، تروح الناحية الثانية هناك عند القميص رقم 5 أحمد حمدي كابتن الفريق، معاه عمر عيسى بيحضن عليها، وتطلع الكرة لضربة مرمى. يعني هدف أول في بداية اللقاء كده في الدقيقة 10 من بداية اللقاء، بيسجله القميص رقم 27 أحمد زكي، بيأتي بالهدف الأول في الدقيقة 10.
مين ده؟ رقم كام ده؟ سند الكرة قدامه. يعني بيقولوا لنا ان في سند الكرة قدام. لسه الاماني ممكنة، لسه الاماني ممكنة، لسه الاماني ممكنة. يعني لسه الاماني ممكنة لصالح لسه الاماني ممكنة. يعني في هذا اللقاء سيداتي وسادتي لكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر، الدكتور بغدادي سيد حسن طبيب نادي المدينة المنورة بيجري اتصال تليفوني بينا واحنا متواجدين على الهواء مباشرة في مدينة الوسطى. بننقل لقاء نادي قوس الرياضي امام الوسطى في هذا اللقاء لكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر هنا. والنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض والملعب والجمهور. تقدموا بالهدف الأول في هذا اللقاء. لعبت الكرة قدام بتروح للباك الشمال، الباك الشمال تسندت الكرة قدام وتطلع الكرة الناحية الثانية. تطلع الكرة لرمي التماس، رمي التماس لصالح فريق جماهير الوسطى جنبينا. يعني جماهير الوسطى جنبينا هنا، يعني بصراحة عاملة باور كبير لفريقها، وديت رسالة اعتقد بالتأكيد. يعني ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الوسطى من إحدى البقاع السحرية داخل أرضية الملعب. ضربة حرة مباشرة لصالح فريق نادي الوسطى من على حدود ضربة حرة مباشرة. أقول لحضراتكم بس يعني جماهير الوسطى بتناشد يعني بتشد من أزر لاعبتها المتواجدين في ملعب اللقاء كده في هذه الضربة الحرة المباشرة. ضربة حرة مباشرة. ويتألق الحارس أحمد زكريا، ويطلع الكرة وتطلع الكرة لضربة مرمى لصالح فريق نادي قوس الرياضي. يعني الجو هنا يعني مش عاوز اقول لحضراتكم على تيارات الهواء المتواجدة هنا في ملعب اللقاء. احمد زكريا بيلعب الكرة لقدام، تسند على دائرة منتصف الملعب، تروح لصالح فريق نادي الوسطى. الناحية الثانية الهاف الشمال عمرو شيبة، تعدي الناحية الثانية هناك على دائرة ممدوح رضوان رئيس مكتب قناة الشمس بمحافظة أسوان على الهواء مباشرة متواجد معنا. 15 دقيقة لكل متابعينا، والنتيجة 1-0 لأصحاب الأرض والملعب والجمهور. تقدموا بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق القميص 27 أحمد زكي. ضربة حرة مباشرة لصالح فريق نادي الوسطى. يعني تعددت الضربات الحرة المباشرة كده حوالين 18 لفريق نادي الوسطى. كابتن وليد اللول وكيل اللاعبين المحترم على الهواء مباشرة متواجد معانا على الهواء مباشرة، ابن محافظة سوهاج وطاقم الحكام من سوهاج النهارده عمرو العطار والعاطف احمد عبد الراضي والمحترم يعني عبد الحكيم ناصر حكما رابعا في هذا اللقاء. تحيات الكابتن حمد الله خليفة يعني نجمنا الكبير
قائد قطارات يعني الأقصر على الهواء مباشرة متواجد معنا على الهواء مباشرة يتابع هذا اللقاء. الكابتن عبد العزيز محمد دخل معنا من مدينة أسوان. تعب الكرة لقدام، واحمد زكريا يرتدي قفاز الاجاده. احمد زكريا يرتدي قفاز الاجاده في اللقطه اللي فاتت على طريقه ياسين بونو الحارس المغربي في اللقطه اللي فاتت، ويطير كده ويطلع الكرة لضربه، يطلع الكرة لضربه ركنيه. جماهير الوسطى، جماهير الوسطى وكل الناس بتقول يا رب احمد زكريا. احمد زكريا من القلب بيطلع الكرة، بيطلعوا كابتن بركات الحريف. الحمد لله على السلامة من محافظة أسوان يا نجم كبير. فوز امبارح على نادي كيما، يعني فوز يعني امبارح كده للكابتن بركات الحريف في دوري القطاعات، الفريق الوحيد مركز شباب الساحة الرضوانية الذي يمثل محافظة الأقصر في دوري القطاعات على مستوى الجمهورية. كل الشكر والتقدير والاحترام لمجلس الإدارة بقيادة الحاج عبد الله صالح أحمد رضوان. هذه الكرة على دائرة منتصف الملعب، بتعدي الكرة قدامنا. المدافعين أصحاب الكلمة العليا في اللقاء في كلا الفريقين، سواء أحمد حمدي وزياد محمود، الناحية الثانية محمد بدري كتكوت وإبراهيم أيمن وعبد الله كمال. المدافعين سواء هنا أو هناك 19 دقيقة من شوط المباراة الأول، والنتيجة 1-0 زي ما قلنا لحضراتكم ولكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر. تعدي الكرة قدام القميص 27 أحمد زكي. أحمد زكي بنعملها الناحية الثانية هناك، بيعملها الناحية الثانية هناك راية المساعد رقم 1 كابتن وائل عاطف النهاردة، يعني وبيحتسب رمية ضربة مرمى لصالح. السند العلي الرشيدي على الدكة متواجد بره يعني مش في التشكيلة الرئيسية في هذا اللقاء، مش متواجد في التشكيلة الرئيسية في هذا اللقاء. رمية تماس عاوز اقول لحضراتكم يعني على دكة البدلاء في كلا الفريقين ان شاء الله، نقولها لحضراتكم كده ولكل المتابعين. السند الكرة قدام القميص 27 احمد زكي، القميص 32 محمود يوسف، عامل توكة كده على طريقة النجوم الكبار، طريقة زلاتان ابراهيموفيتش، ايهاب سيد، يعني ولكن الملاعب الترتان دايما الكرة بتجري عليها يعني كالعادة، ويعني دي الميزات اللي تميز بيها الفرق اللي بتلعب على الترتان دائما، بخلاف الفرق التي تلعب على الكور على الملاعب. سرد الكرة لقدام، بتطلع الكرة، حكم اللقاء عمرو العطار بيحتسب ضربة حرة، يعني شوف بس كده يعني شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن محمود حجي المدير الفني لنادي الهلال السابق، يعني على الهواء مباشرة من محافظة أسوان، بيتواجد معنا على الهواء مباشرة. عمرو عبادي بيلعب الكرة لقدام، تطلع الكرة رمية تماس تاني. بدأ فريق قوس يستعيد زمام الأمور شوية في ملعب اللقاء هنا في مدينة الوسطى. الأهداف اللي بتيجي في البدايات ديت، الأهداف اللي بتيجي في البدايات يعني بتربك المشهد تماما. تعدي الكرة لقدام، القميص رقم شهير دؤاب في ايد الحارس محمد عادل حارس مرمى فريق نادي الوسطى. بيغير الملعب كده وبيلعبها عند احمد حمدي الناحية الثانية هناك، لعب عند الباك الشمال طارق جمال بيغديها عند عمرو الشيبة الناحية الثانية هناك اللي عدت قدام، ولكن عدت هربت طولت راحت للباك الشمال، سندها بوش رجله الخارجي وتطلع الكورة لضربة مرمى. طيارات الهواء هنا عاملة في مكان الكابتن عبد الرحيم سعد والكابتن سامح بيتشاورا في ملعب اللقاء، يعني عاوزين
يعني هل يدفع بحد من على دكة البدلاء اللي هنقولها لحضراتكم على الهواء مباشرة بعد لحظات وفي أول توقف كده هنقولها لحضراتكم. نقولها لحضراتكم ولكل المتابعين. ضربة حرة مباشرة على دائرة المنتصف. شكرا جزيلا لكل أهلنا في محافظة أسوان اللي دخلوا معنا على الهواء مباشرة في هذا اللقاء. سند الكرة قدام عمرو عبادي، قميص رقم 27، قميص 27 علي مصطفى. علي مصطفى يغيب النهارده الكابتن احمد سليمان المدرب العام لنادي النصر للتعدين على الهواء مباشره دخل معانا. عمرو عبادي عملها بوش رجله الخارجي لكن اتقطعت منه الناحيه الثانيه، ولكن القميص رقم ده محمود سعيد، القميص رقم 23 محمود سعيد القميص 23 قطعها ولعبها لمحمد بدري كتكوت عند الليبيريا ايرفين اصحاب البشره السمراء في ملعب اللقاء. تعدت الكره قدام حكم اللقاء قال له ما فيهاش اي حاجه في اللقطه اللي فاتت. تعدي الكرة قدام الناحية الثانية هناك وتروح هناك، ولكن بيتألق الحارس وبيحتسب، بيتألق الحارس محمد عادل وبيخبط الكرة وبتطلع الكرة ضربة مرمى. علي رشيدي خارج الاسكور. سألني دلوقتي جنبي قالوا لي ان علي رشيدي مصاب وهو متواجد خارج الاسكور. مصاب ومتواجد خارج الاسكور. ظهر علي رشيدي معنا في قناة الشمس في الاستديو، يعني في التقرير الذي أذيع يوم الخميس الماضي، يعني وتواجد علي رشيدي في الحديث الذي أدلى به لقناة الشمس للإعلام الكبير الأستاذ عبد الناصر زيدان. سند الكرة لقدام وتروح الناحية الثانية هناك عند شيبة هيعدي ولا هيفوت الناحية الثانية هناك شيبة هتعدي الكرة عملها هناك الناحية الثانية هناك، ولكن بتعدي الكرة وبتطلع الكرة لضربة مرمى. تطلع الكرة لضربة مرمى. كابتن نبيل خلف على الهواء مباشرة. تحياتنا لحضرتك هنا من مدينة الوسطى. سند الكرة لقدام اتقطعت. محمد أحمد زكريا عمل كرة كده يعني الناحية الثانية اتقطعت منه وطلعت الكرة، ولكن القدر الرحيم بجماهير قوس في اللقطة الماضية. سند الكرة قدام عاد كرة اتلعبت عند عمرو عبادي. تحس كده ان نص الملعب يعني محتاج شغل شويه في دائره المنتصف لفريق نادي قوس الرياضي. تعدي الكره قدام المدافعين الليبيري ايرفين سعيد الصادق والليبيري ايرفين. بتطلع الكره رمي التماس رايت المساعد الاول كابتن وائل عاطف بيقول لك رمي التماس احمد عبد الحكيم لاعب فريق بيجيبوا كده الكرة سريعا، عاوزين يلحقوا بقطار هذه المباراة. احمد زكي قطار الوسطى السريع في هذا اللقاء، القميص 32 محمود يوسف. تسند الكرة وتروح على دائرة منتصف الملعب للطاهر هارون، لكن بتغير الكرة بيغيروها الناحية الثانية. عند الناحية الثانية بيعمل عرضية بدون شكل بدون عنوان، عدت هربت طولت راحت، بتروح الناحية الثانية عند الباك الشمال اللي هو علي مصطفى القميص 27 ليبيري ايرفين، ولكن بتقطع الكرة بتروح على دائرة المنتصف. عملها عند عمر عيسى حكم اللقاء بيحتسب ضربة حرة مباشرة. والله كابتن نبيل ده هذا رأيه هو الإدارة، ونحن نحترم الإدارة نادي قوس في هذا في قرار. ثلاث الكرة اللي قدام هناك وبيطلع الحارس محمد عادل ويعني بياخد ضربة حرة مباشرة. بيغيب عن هذا ان نقول لحضراتكم على دكة بدلاء نادي الوسط احمد جمال القميص رقم 16، محمود جمعة 36، محمد حسين 22، محمود عبد الحميد 20، ادارة فرايدي 15، محمود امين 18، محمد فوزي 19، حسام حسين 37، محمد شريف القميص رقم 32. دي دكة بدلاء فريق نادي
دي دكة بدلاء نادي الوسطى. أما دكة بدلاء نادي قوس الرياضي، محمد منصور لحراسة المرمى، أحمد عبد الله 92، عبد الرحمن سعد توفيق 3، عبد الرحمن رفاعي 21، محمد مبارك القميص رقم 14، أحمد عبد الحكيم 18، علي عبد النبي 13، الهداف أحمد البدري 12. و دولة دكة البدلاء لفريق نادي دكة بدلاء فريق نادي قوس الرياضي. في ده عبد الرحمن يوسف الحجازي أيضا متواجد على دكة البدلاء. عبد الرحمن يوسف الحجازي شقيق النجم الكبير كابتن عبد الرحيم سعد، كابتن بدوي على الهواء مباشرة، بيدخل معانا على الهواء مباشرة في هذه اللحظات من محافظة الأقصر. سند الكرة لقدام تلعب الناحية الثانية، محمود سعيد عدت الكرة وراحت للقميص رقم 7 يوسف فهيم بيعدي بيسندها الناحية الثانية، بيسندها لورا كده للاعب أحد لاعبي منتصف الملعب لفريق نادي. تعدي الكرة قدام محمد بدري كتكوت بيطلعها المدافعين زي ما قلت لحضراتكم، في يعني المدافعين في فريق نادي قوس الرياضي. بتسند الكرة تروح عند القميص رقم 9 عمر عيسى بيسندها على دائرة منتصف الملعب. الليبيري إيرفين سعيد صادق، والليبيري سندها الناحية الثانية هناك، عدت هربت دولة عمرو عبادي بيحطها بترجع له تاني، وهدف التعادل. بيعود بهدف التعادل عمرو عبادي، بيعود بالكرة لما بتحب بتخدم يعني تروح في حارس المرمى في الدقيقة 28 ويأتي بهدف التعادل. هدف التعادل بيجيبه عمرو عبادي في الدقيقة 28، يشوطها في حارس المرمى يعني مع دخول بدوي بيبو العويضي كده على هواء مباشرة. التعادل بيأتي لفريق نادي قوس. المباراة تقف على أطراف أصابعها سيداتي وسادتي متابعينا عبر اللايف وعبر المباشر، ولكل المتابعين المتواجدين معنا على الهواء مباشرة من كل أنحاء العالم اللي بيتابعوا هذا اللقاء. قوس تقدمت الوسطى في الدقيقة 10، وبعد 20 دقيقة بالتمام والكمال يدرك قوس التعادل. في الدقيقة 29 بيدركوا هدف التعادل عن طريق عمرو عبادي. شاط الكرة في حارس المرمى محمد عادل، الراجل تألق وصدها ولكن خدمته وراحت له تاني، سكنت الشباك. تسند الكرة لقدام وتروح عند فريق نادي الوسطى هناك بيلعبها، بتطلع الكرة ضربة ركنية. ملعب يفكرك يعني بملعب الجونة، والطيارات الهواء متواجدة في ملعب اللقاء. جماهير الوسطى المتواجدة جنبينا هنا في ملعب اللقاء زي ما بوريها لكم كده. الجماهير المتواجدة هنا في ملعب اللقاء، جماهير الوسطى كلها متواجدين هنا، العشرات المحبين العاشقين لفريق نادي الوسطى اللي حضروا هنا إلى هذا الملعب في هذا اللقاء. يعني تأييدا، أنا مش عاوز أنسى المركز الإعلامي لنادي الوسطى حضورا معنا في اللقاء. حق خالد سيف الإسلام كشر عن أنيابه في يعني من فوق كده شوية، بص من فوق كده فأدرك التعادل. اللاعبين الجماهير المتواجدة منتشرة هنا في المدرج بالكامل، متواجدين هنا جماهير الوسطى زي ما انتم شايفين حضراتكم، لكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر في هذا اللقاء الذي ننقله لحضراتكم هنا من أعلى نقطة. ماذا تحدث عبد الرحيم سعد كده مع إبراهيم أيمن وسامح أبو الحجاج المدرب العام. ما زالت أصبحت النتيجة لكل المتابعين واحنا بنلعب في الدقيقة 31 من شوط المباراة الأول، وأصبحت النتيجة 1-1. عمرو العطار وأحمد عبد الراضي والعاطف عبد الحكيم ناصر يسيران بالمباراة إلى بر الأمان حتى الآن.
في حضرة الكبير. 38 دقيقة في التعادل السلبي في مباراة مغاغة أمام مكادي هناك في ملعب مكادي. التعادل السلبي هناك بدون أهداف حتى الآن في هذه المباراة التي تقام أيضا الديربي الآخر الذي يقام هناك. بكري محمد بكري يرسل تحياته للقيمة والقامة الكبيرة الحاج خالد سيف الإسلام المتواجد جنبنا هنا في ملعب اللقاء. تعادل الإيجابي 1-1 هنا في ملعب اللقاء. زي نقول لحضراتكم يعني النهاردة مباراة الزمالك ستقام في 6 مساء أمام الترجي التونسي، وتذاع على قنوات البي ان سبورت، ويذيعها محمد ينقلها على الهواء مباشرة، يعني معلقا محمد بركات النهارده لقناة البي ان سبورت. عمرو العطار بيتحدث مع لاعبي الوسطى كده ولاعبي قوس في ملعب اللقاء. عاوز اقول لحضراتكم 7:30 النهارده ريال مدريد امام اتلتيكو مدريد، ليستر سيتي وارسنال في تمام 5 من مساء اليوم. النهارده لقاءات ضرب نار يا حبيبي، ضرب نار النهارده الاهلي في تمام 9 من مساء اليوم. النهارده كل الامنيات الطيبه ان شاء الله سواء للاهلي او للزمالك النهارده في لقاءاتهم، بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تعدي كرة محمود سعيد بيعمل كرة بدون شكل بدون عنوان كده، بيعمل كرة بدون شكل على دائرة منتصف الملعب. حكم اللقاء بيحتسب ضربة حرة مباشرة. شوف بس الكابتن بركات يجيب لنا نتيجة مركز شباب الجرنة في ملعب الحسينات. هنحاول نجري اتصال تليفوني يعني ونجيب النتيجة هناك نتيجة الجرنة يعني هناك ان شاء الله كده، ونجيب لكم النتيجة ايضا من هناك لكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر، ولكل المتابعين. سند الكرة القدام 34 دقيقة من شوط المباراة الأول، والنتيجة أصبحت التعادل 1-1. تقدم أصحاب الأرض والملعب والجمهور بالهدف الأول عن طريق أحمد زكي، ثم أدرك عمرو عبادي هدف التعادل في الدقيقة 29 من شوط المباراة الأول. تستند الكرة القدام الناحية الثانية هناك. شايفين عمرو عبادي فين؟ عمرو عبادي راجع يعمل التغطية العكسية. يعني الجماهير كلها داخلة معانا كده تقول لنا على خبر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. يعني والمصائب لا تأتي فرادى. دوري الدرجة الرابعة أيضا المشتعل في الأقصر هناك. يعني عاوزين نجيبه كده لحضراتكم. هنحاول نجري اتصال تليفوني بالكابتن بركات الحريف على الهواء مباشرة من ملعب اللقاء، يعني من ملعب كابتن بركات. عمرو اتفضل. عاوزين نتيجة مباراة الجرنة مع دوري الدرجة الرابعة منطقة الأقصى لكرة القدم ملعب الحسينات. النتيجة 0-0 يا كابتن عمرو، باقي حوالي 10 دقايق من الشوط الأول. شكرا جزيلا كابتن بركات، شكرا جزيلا. شكرا لكل المتابعين عبر اللايف وعبر المباشر. جبنا لكم النتيجة من قلب الملعب من هناك ملعب الحسينات بمدينة أطلود. مباراة الزهراء أمام مركز شباب الجرنة دوري الدرجة الرابعة 23 لكل نقطة لكل فريق، والنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف. بيلعبوا في الدقيقة 35 هناك، دقيقة 40 في ملعب مغاغة، في ملعب مباراة مكادي أمام مغاغة، والتعادل السلبي بدون أهداف. التعادل الإيجابي هنا 1-1. سعيد الصادق بيعمل ثروباس طويل الناحية الثانية هناك بيروح في إيد الحارس محمد عادل. المدافعين هم أصحاب الكلمة العليا في اللقاء حتى الآن، سواء هنا أحمد حمدي أو زياد محمود أو هناك محمد بدري كتكوت أو إبراهيم أيمن أو عبد الله كمال.
دولت يعني المدافعين أصحاب الكلمة العليا. والله علي رشيدي مش متواجد في اللقاء للإصابة. يعني عبد الرحيم سعد ما دخلهوش لأنه مصاب. اللي بيسألونا بس على الكابتن علي رشيدي بنحاول نرد عليهم وبنقول يعني اختيارات المدير الفني لكل فريق، سواء الكابتن علي حسن هنا او سواء للكابتن عبد الرحيم سعد هنا، في يعني هي الاختيارات في النهاية تبقى الاختيارات الفنية وهم اللي سايقين في كلا اللقاء. تلفزيون قوس بيخش معانا على الهواء مباشرة في هذه اللحظات، بينقل الحدث على الهواء مباشرة، وتعدت الكرة والهدف الثاني عمرو عبادي. ده عمرو عبادي بيسجل الهدف الثاني على طريقة جورجوية، على طريقة الليبيري جورجوية، لما سجل في مرمى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر في عام 2002. الزمان ارجع يا زمان. والهدف الثاني لنادي قوس عمرو عبادي بيأتي بيه عمرو عبادي 2-1. تغيرت النتيجة وانقلبت الأمور كده 2-1 النتيجة لصالح أصحاب الزي الأزرق فريق نادي قوس الرياضي. بنذيع من أعلى نقطة والمسافة بعيدة ما بين الملعب. اعذرونا يعني للمشاهدين والمتابعين عبر اللايف وعبر المباشر. دايما نقول ودايما خبراء الرياضة يقول لك اللي بيضيع بيستقبل. ضيعت الوسطى كثيرا ووصلت لمرمى الحارس أحمد زكريا، فاستقبلت شباكهم هدفين متتاليين في الدقيقة 29 وفي الدقيقة 38. يعني هدفين متتاليين للنجم الكبير عمرو عبادي. أحد يعني الأوراق الرابحة اللي جابها يعني المتخصص في الصفقات الحاج خالد سيف الإسلام في شهر يناير في الميركاتو الشتوي، بحضور أحمد البدري الهداف أيضا القادم من مدينة قفط أيضا في الميركاتو. تستند الكرة القدام، نتيجة تغيرت تماما وأصبحت 2-1. وهنا يأتي دور الجمهور. إذا كان فريقك خاسرا فعليك أن تشجع. يعني هنا ده بيأتي دور الجمهور، وهذا المثال يدهن جماهير النادي الأهلي لما بيكون فريقها مهزوم تلاقي الجماهير دايما بتشجع. مش بتكلم بالصفة العامة دايما، وبشأن الجماهير دايما ان هي الجماهير تكون متواجدة في وقت تشجع فريقها حينما يكون مهزوما او متأخرا زي ما بيقول خبراءنا الكبار وعظماء الرياضة. محمد علش كده علش القميص رقم محمد بدري كتكوت. يعني على فكرة اقول لكم معلومة عنه كده للسادة المتابعين والمشاهدين. محمد بدري كتكوت جابوا عبد الرحيم سعد من فين؟ جابوا من دوري الدرجة الرابعة يلعب معاه في هذا الموسم، ولعب في غياب النجم محمود جمال المصاب، وفي غياب بنلعب خلاص دخلنا في الدقيقة 40 من شوط المباراة الأول، والنتيجة تغيرت وأصبحت 2-1 لصالح فريق قوس. الليبيري إيرفين نادي الكورة القدام، ولكن 19 سعيد الصادق بيعمل التاكلينج كده بتستند عند القميص 32. محمود يوسف والمساعد رقم 1 وائل عاطف السنة اللي فاتت خد مباراة غزل المحلة أمام الإسماعيلي. فين الإسماعيلي نتمنى أن يعود دراويش مصر، برازيل مصر، النادي الإسماعيلي نتمنى أن يعودوا. سند الكرة القدام، المدافعين أصحاب الكلمة العليا في اللقاء حتى الآن. بقول لحضراتكم يعني سواء هنا أو هناك، خالد علي يمني النفس أمنيات جماهير الوسطى، تمني النفس جماهير قوس، تمني النفس، كلها أمنيات سواء هنا أو هناك. واتسردت الكرة اتلعبت الكرة اتعدت لقدام. عمرو العطار قال لك ما فيهاش أي حاجة. عمرو العطار قريب من الكرة ومتواجد
أدار مباراة نادي المدينة المنورة في تواجد رئيس لجنة الحكام المستقيل يعني مارك كلاتنبرج. كانوا متواجدا في ملعب العميد بنادي الأقصر الرياضي. مرة تانية وتالتة بنقول مبروك لنادي قوس، مبروك لنادي الأقصر الصعود. بيتحدث عمرو العطار، عامل سبرنت كده من نص الملعب، بيكلم حد في الجهاز الفني والإداري لفريق ده، بيكلم سيادة المستشار يعني في منتصف الملعب كده، بيكلم سيادة المستشار رئيس مجلس يعني عمرو العطار. طاقم حكام يعني لجنة الحكام أسندت طاقم حكام سوهاجي لهذه المباراة، وأسندت طاقم حكام أسيوطي لمباراة مغاغة أمام مكادي أو مكادي أمام مغاغة في ملعب اللقاء. بنلعب في الدقيقة 41 من شوط المباراة الأول، والنتيجة 2-1 لصالح فريق نادي قوس. يعني تقدم أصحاب الأرض والملعب والجمهور بالهدف الأول عن طريق أحمد زكي، ثم أدرك عمرو عبادي هدفين متتاليين في الدقيقة 28 وال29 وال29. 10 دقائق 2-1 لكل المتابعين والمشاهدين بيتابعوا هذا اللقاء معنا. سند الكرة لقدام يعني منتصف الملعب سبحان الله اتخطف كده من علي، اتخطف من عبد الرحيم سعد في نص المنتصف، في منتصف شوط المباراة الأول، ولكنه استعاد زمام الأمور مرة أخرى في منتصف شوط المباراة الثاني. عبد الرحيم سعد شايفين كده يعني عبد الرحيم سعد هو بيتكلم مع عبد الحكيم ناصر ومعاه وائل عاطف كده، الحكم الرابع والحكم المساعد رقم 1 وائل عاطف، وعبد الحكيم ناصر. نادي الكرة قدام تروح في ايد الحارس محمد عادل. بيغيب محمد عادل لاعب نادي قوس الرياضي، يعني باك رايت ويعني او ديفندر، تلعبه 6 تلعبه 8، متواجد في ملعب اللقاء. كابتننا الكبير كابتن احمد عبد السميع حكم يعني احمد عبد السميع على الهواء مباشرة متواجد معنا في ملعب اللقاء. ذكرني باحمد عبد السميع حكم منطقة اسيوط لكرة القدم، احد الحكام المحترمين. منطقة أسيوط قدمت الحكام يعني كثر، وقدمت لاعبين كبار، أبرزهم طبعا محمد أبو جبل حارس مرمى مصر وحارس مرمى الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا البنك الأهلي الحالي. التاريخ طبعا، ولما نقول التاريخ نتذكر نجم الكبير كابتن حسين سلكة 42 عاما المتواجد في الملاعب حتى الآن، ربنا يديله الصحة وطولة العمر يا رب إن شاء الله. القميص رقم 30 على دائرة منتصف الملعب طاهر هارون تستند الكرة عند 27 أحمد زكي، ولكن المساعد رقم 1 بيحتسب رمية تماس كابتن وائل عاطف. زي ما قلت لحضراتكم بنلعب خلاص في الدقيقة 44. عبد الحكيم ناصر بيستعد وبيبص في ساعته كده. عبد الحكيم ناصر هيرفع وقت ضايع قد ايه، هنشوف هيدينا وقت ضايع قد ايه. عبد الحكيم ناصر بيرفع اللوحة بتاعته، رفع 3 دقائق. عبد الحكيم ناصر رفع ب3 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع، يعني بناء على إشارة من حكم اللقاء الكابتن عمرو العطار. ضربة ركنية لصالح فريق نادي الوسطى، ضربة ركنية. القميص رقم 27 أحمد زكي بيلعبها على القائم الأولاني، يعملها على القائم الأولاني، يرجعني كده ل10 سنين ورا أو أرجع ل13 سنة. كان يعملها النجم الكبير أسامة عرابي، وكان يقابلها على القائم الأولاني سمير كمونة، وعلى القائم الثاني كان يقابلها النجم الكبير محمود ابو الدهب. يعني كانت تتعمل بهذه يعني زي ما بقولها لحضراتكم كده يعني، ودايما كان يعملها تنهاج حاليا بيعملها مع مانشستر يونايتد. يبدو ان هناك جديد في احدى الملاعب الاخرى، يعني في الملاعب الاخرى. يعني شوف بس مين اللي معانا على الهواء مباشرة، ده محمد عادل على الهواء مباشرة. هذه الكورة لقدام حلوة، بتطلع الكورة
وبتطلع فوق العارضة بدون شكل بدون عنوان على الهواء مباشرة. يعني في حد بيجري بينا اتصال تليفوني بنقول له احنا متواجدين على الهواء مباشرة وهنحاول نتواصل معاه ما بين شوطي اللقاء ان شاء الله، نعرف ما هو الجديد. يعني الكابتن يعني نعرف بس ونتأكد على الهواء مباشرة، ولكل المتابعين في كل أنحاء العالم اللي بيتابعوا اللقاء سواء داخل مصر أو خارج مصر بيتابعوا هذا اللقاء معنا. تستند الكرة لقدام على دائرة منتصف الملعب الليبيري إيرفين، ولكن راحت لأحمد حمدي بيعمل تشميسة كده، بيعمل تشميسة كده للليبيري إيرفين، ولكن حكم اللقاء عمرو العطار. النهارده قائمة النادي الأهلي ومارسيل كولر خرج منها 7 لاعبين، خرج منها برونو سافيو، وخرج منها عمرو السولية، وخرج منها شادي حسين ورامي ربيعة، وخرج منها أحمد نبيل كوكا وأيمن أشرف. ده التعادل السلبي ما زال هو سيد الموقف في الوقت بدل الضائع في مباراة مغاغة أمام مكادي هناك. التنة الكبير شاطر حلوة بيلعبها. يعني ده القادمين من الخلف أحد لاعبي فريق نادي الوسطى بيلعب كورة كده في الزحمة كده، وبتطلع الكورة لضربة مرمى. زي نقول لحضراتكم يعني نادي الزمالك تقدم بطلب للاتحاد الافريقي لكرة القدم، بيطلب يعني نقل مباراته القادمة امام الترجي التونسي في ملعب القاهرة في استاد القاهرة الدولي يوم 8/3، ولكن في هذا التوقيت بتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية. هل تسمح يعني الإدارة يعني تسمح له إن شاء الله بالانتقال؟ سند الكرة قدام على القميص رقم 5 أحمد حمدي. الحكم بيدي إيه؟ حكم المساعد هناك أحمد عبد الراضي رافع رايته بيقول أوف سايد. أحمد عبد الراضي بيقول أوف سايد. خلاص بنلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في شوط المباراة الأول. تستند الكرة لقدام على دائرة المنتصف هناك الباك الشمال طارق جمال بيطلع الكرة هناك الناحية الثانية بتروح عند محمد بدري كتكوت، بيطلع الكرة ومعها سيداتي آنستي سادتي متابعين عبر اللايف وعبر المباشر. شوط المباراة الأول ينتهي هنا في ملعب اللقاء بالتعادل السلبي بدون تعب ب2-1 لأصحاب للضيوف فريق نادي قوس الرياضي. تقدم أحمد زكي بالهدف الأول في الدقيقة 10. أدرك عمرو عبادي هدفين متتاليين في شوط المباراة الأول في الدقيقة 29 و39. يعني هدفين متتاليين ينتهي شوط المباراة الأول بتقدم للضيوف بهدفين مقابل لا شيء. متابعين عبر اللايف وعبر المباشر، أتمنى أن نكون يعني مباراة مكادي أمام مغاغة انتهت أيضا هناك بالتعادل السلبي بدون أهداف في شوط المباراة الأول. سيداتي آنسات سادتي بالحب التقيت معكم، وعلى الأمل أن نلتقي في شوط المباراة الثاني. تقبلوا تحياتي عمرو الصاوي هنا من شمال الصعيد من داخل المدينة العظيمة المحترمة مدينة الوسطى. تحياتي عمرو الصاوي، دمتم في أمان الله.